السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ نبدأ النهاردة يوم جديد مع بعض، روتين جديد هنحضر فيه الغدا سوا. احنا هنا كنا جبنا السوق، كنت جايبة كوسة وسبانخ ولحمة وهنعمله الأكل النهاردة. كان لحمة وسبانخ وكوسة ورز بالشعرية ولسان عصفور. هنا انا بسخن الحلة. انا كنت غسلت اللحمة ونقعتها شوية وابتديت فيها. سخنت الحلة جدا ورحت نازلة بيها باللحمة لحد لما تاخد صدمة كده، وانزل عليها ببصل وطماطم. هنا كانت اللحمة اخدت الصدمة بتاعتها ونزلت عليها بالبصل والطماطم، واحط ليمون مجفف ورق لورا و7 بهارات، نص معلقة، وفلفل اسمر وظرف كنور وبهارات لحمة ومعلقة خل صغيرة وحتة توم كده. احطها تاخد. حاولت ان انا احطها في قعر الحلة عشان تتحمر شوية. وهنا انا كنت غليالها مية. انا ما بحطش مية على الحلة طالما على اللحمة، يعني طالما مسوياها، يعني طالما عطيتها صدمة ما بحطش مية من الحنفية. وهقلب وهحط سيبها تغلي كده واروح حطها على العين الصغيرة. هنا جبت السبانخ اهو، هنضفها وانقعها شوية، والخضرة بتاعتها الكزبرة الخضراء ما نضفها وانقعها يعني شوية. وهنضف برضو السبانخ كانت نضيفة، يعني مكانش فيها حاجات ياما بصراحة. بس مش هفكركم حبايبي برضو بالاشتراك في القناة واللايك، ويا رب الفيديو يعجبكم. على فكرة انتوا لو جربتوا اللحمة كده بالطريقة دي هتعجبكم جدا. الشوربة بتاعتها كانت طعمها حلو، الطبيخ بتاعها كان طعمها حلو. انا بسلقها ساعات، بسلقها عادي، بس كده بتبقى طعمها احلى، بتبقى حلو. حتى الطبيخ بتاعها بيبقى حلو. هنا اغسلها كويس واسيبها برضو انقعها شوية، بعد كده اصفيها. هنا هنضف الكوسة وهكحتها برضو كده واقطعها هنا هكحتها واقطعها برضو وانقعها في شوية مية. تقطع حلقات كده واسيبها شوية وابتدي في الصلصة بتاعتي. انا غسلتها، كنت اصفيها بقى، اغسلها حاجة حاجة كده واحطها في المصفى، اصفيها واسيبها شوية. برضه انقع الكوسة واسيبها شوية. طبعا انا كنت حطيت الحلة بتاعت اللحمة وكنت حطيت معاها نص معلقة سكر برضو، وحطيت على العين الصغيرة. هنا حطيت معلقة سمنة، وهعمل بصلتين صغيرين كده عشان مكانش عندي بصلة كبيرة. هعمل التسبيكة كلها بتاعت السبانخ وبتاعت الكوسة في حلة واحدة، وباخد من شوية من هنا في حلة الكوسة يعني.
خليها تاخد لون كده وانزل عليها واروح اضرب الطماطم. انا هنا هضرب الطماطم واسيب شويه، في الاخر هحطهم على لسان العصفور. بعمل لسان العصفور بعد ما احمرها احط عليها شويه طماطم. هنا هصفيها. انا لو كنت هعمل سبانخ بس ما كنتش صفيتها، لكن عشان اخد بس منها للكوسه اصفيها كده واسيبها تتسبك لحد لما اشوف هعمل ايه تاني. انا احط معلقه فلفل اسمر وشويه ملح وظرف كنور، نص معلقه سكر عشان الصلصه بس. هنا اقطع السبانخ. انا بقطع السبانخ والله كان طعمها حلو، عجبت يعني كل اللي اكل منها يعني. والله كان في ناس اساسا ما شفتهاش بقالي فتره كبيره جم يعني واتغدوا معانا، الحمد لله بألف هنا وشفا على قلبه. فعلا كل اكله بتنادي صاحبها. هنا لما هحط شويه صلصه وهدي الكوسه غلوه، وكانت البتاع ده كانت اللهم صل على النبي اللحمه كان فاضلها خلاص يعني، كانت دخلت في السوا يعني، كان فاضلها حاجه بسيطه هحطها تكمل سواها عشان احنا بنحبها بالصلصه بتاعت اي طبيخ يعني عامه. وبعد كده احطها في صينيه في الفرن. وهنا انزل بالسبانخ. لو كان عندي فريك كنت حطيتها، كنت عملتها معايا يعني، بحب السبانخ بالفريك بس حطيت لها شويه لسان عصفور. هنا هحط لها شويه شوربه برضه اصفيها، بس الشوربه شكلها حلو ازاي. وهي الكوسه هي بتغلي خلاص. انا كده هحط عليها بقى اللحمه وتكمل سوا مع بعض. انا هعمل الطشه بتاعت السبانخ، عباره عن في ايه فصين توم، هي معلقه سمنه وفصين توم. وقبل ما اشيلها من على النار اروح حاطه كزبره ناشفه، عشان الكزبره لو حطيتها دلوقتي هتتحرق، هتحمر كده بسرعه، تدي مش هتبقى طعمها حلو في الطش. خلاص هي كده كانت خلاص احمرت كده هطش بقى السبانخ واغطيها على طول عشان ريحه التوم متطلعش منها. وفي اخر غلوه يعني خلاص اللي هي اخر غلوه اروح حاطه عليها شويه لسان عصفور بس ما قلبتهاش. خلاص هي كده كانت اتعملت وشلتها. انا هعمل الرز، هحط زيت واحط معلقه سمنه كبيره كده وهحط الشعريه واروح اغسل الرز. احنا بنحب الشعريه اكتر من الرز. انا هسيبها كده احمر مع نفسها واروح اغسل الرز كويس، اغسل فيه لحد لما الميه تبقى صافيه خالص. واسيبه يتصفى لحد لما الشعريه تتحمر. هنا كده خلاص اخدت اللون اللي انا عاوزاه يعني، وانزل عليها بالرز واشوحها مع بعض، اشوحها مع الشعريه واروح حاطه لها الميه. هو يستحسن ان انا احط له ميه سخنه، بس حطيت لها ميه عادي يعني من الحنفيه. لما بدوق كان حلو، الملح كان كويس يعني. واغطي عليه ولما يغلي اروح حاطه العين الصغيره وموطيه عليه.
هنا هعمل لسان العصفور برضو، نقطة زيت، معلقة زيت ومعلقة سمنة، وانزل عليها بلسان العصفور، تاخد اللون الذهبي كده شوية، اروح نازلة عليها بشوية طماطم. كنت عاملة الطماطم وانا بخلطها مع التسبيكة، يا ساعات ببشر لها طماطم، سيبها تتسبك معاها كده شوية، والله بتبقى طعمها حلو جدا مع الليمونة بقى، اعصر عليها ليمونة كده تبقى جميلة. ما هي كانت هنا، هصفي الشوربة عليها. انا حطيت معلقة ملح بس مكترتهاش لان الشوربة كنت حاطة عليها ملح اهو. بص الرز مفلول ازاي وجميل، وهي الكوسة باللحمة. هطلع بعد كده اللحمة احطها في صينية وهي. ايه رأيكم؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم. ايه رأيكم؟ قدمت مع ليمون مع لسان العصفور والكوسة والسبانخ. تنسوش اللايك. سلام.